السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الخيرات على كل أهلاوي وأهلاوية في المجرة. معاكم شريف، أرجو دعمي بشير ولايك وسبسكرايب ونفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وعندك لينك الفيسبوك في أول كومنت، خش اعمل لي فولو وشير عشان الفيديو يوصل لكل الناس ونواجه إعلام الزملكاوي المنحاز. بداية وقبل أي شيء، مبروك للنادي الأهلي على الفوز على نادي ألمونيوم بنتيجة 1-0. ماتش كان صعب، ماتش كان تقيل على النادي الاهلي، واحنا اللي صعبنا المأمورية على نفسنا. اللعيبه ما كانتش باحسن او بافضل حال. شفنا تشتت كتير، شفنا ميس باص كتير، شفنا اللعيبه مش في المود، شفنا اللعيبه مش فاهمه بعض، ولكن بصاروخيه من هاني بتخبط في مدافع نادي ألمونيوم، ويشاء ربك ان الكوره تخش جون وهي اصلا كانت طالعه بره. وكان الماتش ممكن يكون فيه كلام تاني لو كنا دخلنا في الاكسترا تايم او ضربات الجزاء، وبس يعني ستر ربنا والحمد لله الماتش عدى على خير، ونصعد للدور ال16 لمواجهة نادي فاركو. طيب، بداية برضو حابب اقول ان نادي الاهلي عنده آه مأمورية ومهمة صعبة اتجاه جماهيره وانا قصد ده علشان هو الماتش الجاي يوم الاثنين الجاي عنده ماتش بيراميدز، ونادي بيراميدز يعني واخد راحته وملتقط جميع انفاسه وبمنتهى راحته ويعني داخل الماتش هيكسب، عايز يكسب، ما عندوش اوبشن انه يخسر، وخصوصا انه خسر الماتش اللي فات من نادي الاهلي بنتيجة 3-2. فالنادي الاهلي عنده مهمة صعبة تجاه جماهيره. طب ليه تجاه جماهيره؟ الموضوع ده هقوله لك تفصيل مفصل بس في اخر الفيديو. بداية دلوقتي خلينا نتكلم في موضوع مهم للاهلي وفريق الكوره وجماهير النادي الاهلي، وموضوع احنا مستنيينه بقالنا فتره. المهاجم دلوقتي نادي الاهلي في كلام ان في مهاجم جاي، خلاص ظبطوا كل الورق، اتفقوا على المبلغ، وطالما اتفقوا على المبلغ بيبقى جميع الاجراءات سهله، خلاص الدنيا ما بقتش فيها اي تاخير. خلاص الوكيل بتاع اللاعب وافق على المبلغ اللي النادي الاهلي عرضه على اللاعب موافق، اللاعب عاوز يروح النادي الاهلي، خلاص. طيب مواصفات اللاعب ايه؟ اللاعب بيلعب في الدوري الاوروبي، نادي مش كبير او نادي مش حافل بالبطولات، ولكن هو بيلعب في الدوري الاوروبي فعنده خبرات بالكرة الاوروبيه. هتقول لي يا عم طيب يعني ما هو موديست ما كان عنده خبرة في الكرة الألمانية، ويعني مع بروسيا دورتموند والدنيا كانت خراب؟ اقول لك لا، موديست شيء واللعيب ده شيء تاني. اولا اللعيب ده عنده 23 سنة، لاعب شاب لسه بادئ عمره، ويعني قادر ان هو يدي النادي الاهلي اللي محتاجه. عنده يعني شارك في 35 ماتش في الموسم اللي احنا فيه ده، عنده 14 هدف، يعني وعنده 4 اسيست، عنده برضو 4 4 كروت صفراء، ما عندوش ولا كارت احمر. ده غير ان هو بيمتاز بان هو قوي جدا، زي ما يعني قوي سريع، قوته البدنيه عامه يعني مش وحشه، بالعكس حلوه جدا، مفيده جدا للنادي الاهلي دلوقتي. ف يعني يمكن دي القطعه اللي ناقصه علشان كولر يكمل اللوحه الفنيه اللي بيعملها في ارض الملعب وفي تشكيلته. تمام، ده بالنسبه للمهاجم. تعالوا بقى نتكلم في يحيى عطية الله. يحيى عطية الله احنا اتكلمنا قبل كده في موضوع ان هو مرحب جدا ب تواجده في النادي الاهلي، ما عندوش اي مشكله، اللعيب موافق بشكل مؤكد يعني على وجوده في النادي الاهلي، ولكن بيبقى في مشاكل دايما في اي صفقه، او الموضوع ما بيمشيش ميسر، لا بيبقى فيه دايما حاجات. طب ايه هي الحاجات اللي بتعطل يحيى عطية الله؟ انه عنده مشاكل مع النادي يعني النادي بتاعه الروسي، ومش هنتكلم عنها، ولكن هو نادي الاهلي موقفه واضح وصريح. يا باشا حل مشاكلك مع ناديك وتعالى نتفاهم بقى في الصفقه بتاعتنا، وانت عايز تيجي النادي الاهلي ولا لا. لكن هو ك ك كصفقه لا، يعني ما عندوش اي مشكله من ناحيته هو كلاعب، ونادي الاهلي ما عندوش اي مشكله، هم موافقين على الماديات، موافقين على فتره، موافقين على كل حاجه متفقين عليها، ولكن يبقى مشكله يحيى عطية الله مع النادي الروسي بتاعه.
وبدون دخول في تفاصيلها، بس يعني زي ما قلت لكم الموضوع عليه مشاكل، والموضوع مش سهل بالنسبه ليحيى عطية الله، لكن بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي مستنيه يا باشا، وقت ما تبقى تمام ووقت ما تبقى فري احنا مستنيينك. يحيى عطية الله عنده عروض، عنده عروض، عنده انديه روسيه عايزاه، طبعا عايزينه، ولكن هو مرحب اكتر بتواجده في النادي الاهلي، وطبعا عشان سمعته. يعني ما فيش نادي روسي تقريبا مش شفناه في كاس العالم للانديه يعني، فيعني الحمد لله هدي سمعه. دي حاجه. تاني حاجه، كولر مصمم تصميم يعني كبير على وجود حد زي علي معلول. زي علي معلول، انا قصد الكلمه. هتقول لي يا عم مفيش حد زي علي معلول، قال لك ايوه، بس هو عايز حد بنفس خبره علي معلول الدوليه، عايز حد يكون قادر ان هو يمسك منطقة الشمال، ويكون قادر ان هو يدي فيها زي ما علي معلول كان بيدي. طيب، هل يحيى عطية الله بالنسبة له الارض لسه مهزوزة، لسه مش واقف على ارض ثابتة عشان النادي الاهلي قرر تواجده او عدم تواجده؟ طب النادي الاهلي هيعمل ايه؟ النادي الاهلي ماشي في مسار تاني لبديل ليحيى عطية الله، لان كده كده لازم يكون فيه تواجد لحد ما كان علي معلول. كريم فؤاد النهارده يعني ربنا يعني يخليه لينا، الراجل شايل ومحمل ومجتهد وما شاء الله عليه يعني، ولكن برضو يبقى وجود علي معلول مشكلة بالنسبة لفرقة نادي الاهلي، لان خلي بالكوا علي معلول تواجده كان عامل زي رمانة الميزان كده. يعني يا باشا علي معلول لوحده كان بيظبط الدفاع، محدش كان بيعرف يعدي منه، بيعرف يمسك الكوره، عنده فيجن كويس، الراجل يا باشا عرضياته علم. انت عندك بديل علي معلول في العرضيات او الكوره العاليه عمر كمال، ولكن عمر كمال ما بيتواجدش في الماتشات الكبيره. هيتواجد دلوقتي، لازم يتواجد، بس احنا النهارده شفناه في ماتش الالومنيوم مثلا ما كانش بيدي احسن حاجه عنده. فزي ما قلت النادي الاهلي بيبحث عن حد زي علي معلول، وان شاء الله ربنا يشفي علي معلول ويرجعه لنا بالف سلامه. نتكلم في النقطه اللي بقالها يومين قلبة الدنيا، النادي الاهلي ومشكلته مع نادي بيراميدز والتذاكر والقصه اللي احنا سمعنا عنها دي، وشفنا البيان اللي طلعه نادي الاهلي والكلام ده كله. انا بس عايز اوضح كلمه وحاجه لازم انت كمتفرج تكون عارفها، ان النادي الاهلي وجمهوره عامل بالظبط زي وجهين لعمله واحده، مفيش اي انفصال ما بينهم. لازم النادي الاهلي يعني وفرقته اينما يتواجدون، نادي او جمهور النادي الاهلي لازم يكون متواجد. جمهور ما عندوش اي مشكله ان هو يتواجد مع الفرقه ايا كان فين، قدام مين، ازاي يعني. والله لو الماتش على المريخ والاستاد في المريخ هتلاقي يعني مليون مكوك فضائي رايحين المريخ عشان يتفرجوا بس على ماتش الاهلي. طيب، شفنا محاولة ساذجة من نادي بيراميدز، وان هو يخلي تذاكر بمبالغ مش معتاد ان احنا نشوفها. المقصورة ب 5000 جنيه، مش عارف الدرجة كام ب 2000 جنيه، والتالتة شمال مش عارف ب 200 جنيه، والكلام ده كله. طيب انت منين بتقول الاسعار دي اصلا؟ يعني انت على اساس ايه بتقول الاسعار دي؟ يعني هل انا مثلا رايح اتفرج على ماتش النادي الاهلي وريال مدريد، رايح اتفرج على الاهلي وباريس سان جيرمان؟ طيب سيبك من ده كله يا عم، انا رايح اتفرج على ماتش الاهلي وبيراميدز في الدوري عادي، مش مستاهله يعني كل المبالغ دي، بقى هروح اتفرج عليه فين؟ مش فاهم. يعني البرنابيو اروح اتفرج عليه في البرنابيو؟ يعني انا مش فاهم. استاد عادي، وانت اصلا استادك مالها؟ ما هي تعبانه. هدفع انا ليه فلوس كل دي علشان اتفرج على ماتش الاهلي وبيراميدز في الدوري؟ ايه يعني؟ مش فاهم. بس علشان نادي بيراميدز لقى ان الداعم الوحيد للنادي الاهلي جمهوره، فقال لك يا باشا نمنعهم. تاني سؤال انا برضو يعني كان في سؤال برضو عايز اساله، انت ليه بترفع الفلوس دي؟ يعني ليه قصدي بترفع السعر كده؟ بيقول لك استثمار مين يا فاشل؟ استثمار مين يا فاشل؟ انت اصلا ما عندكش جمهور.
يعني انت اصلا مفيش جمهور تستثمر فيه، بتعمل ده على اساس ايه؟ ده احنا شفنا الماتش بتاع الاهلي وبيراميدز اللي فات، شفنا كام واحد قاعدين بياكلوا الوجبات اللي هم موزعينها عليهم. فاستثمار ايه يا فاشل؟ مش عارف. طيب بعيدا عن كل ده اللي هو يعني ده بيحاول يستثمر، مع اني مش فاهم فين الاستثمار في كده، بس ما علينا. نادي الاهلي عمل موضوع بصراحة ابهرني. اول مرة اشوف نادي بيعزم جماهيره. قال لك يا باشا انت عملت كل ده عليا، ما عنديش مشكلة، والفلوس بتاعتهم يا يسترجعوها يا اما بقى تشوفوا هتحصلها لهم في ماتشات بعد كده ولا ايه، مش قصتي. بس الناس دي هتخش. حركة بتبين قد ايه النادي الاهلي يعني داعم لجمهوره، داعم لجمهوره. يعني احنا دايما نقوله ايه؟ نقول جمهوره ده حماه. لا يا باشا، في الموقف ده اقول ان النادي الاهلي حمى جمهور النادي الاهلي. انت يا باشا قلت مع ان سبحان الله، مع ان التذكره لما كانت ب 200 جنيه الجماهير دغدغت الابلكيشن بتاع تذكرتي وحجزت، وعادي يا عم ومش هفرق معايا دي 200 جنيه. يعني شوف رغم كده برضه حجزوا وسحبوها وخلاص بقت سولد اوت، خلاص مفيش. فمهما تعمل هتلاقي جمهور النادي الاهلي في ظهر النادي الاهلي، بمزاجك غصب عنك تجيبها يمين تجيبها شمال، هتلاقي الجمهور في ظهر النادي الاهلي. فما تفتكرش ان المحاوله الخايبه دي هتخلي الجمهور يقول لا لا غالي يا عم مش هنروح الماتش ده يا عم، ده هيبقى غالي وبتاع، ولا اي حاجه، ما فرقش معاهم الكلام ده. وبعدين تعالوا نحسبها، خلي بالكوا، اصل اللي بيفكر بالعقليه اللي هو يا عم دي 200 جنيه، لا الموضوع مش 200 جنيه وخلاص، ده بيبقى قاعد من اول النهار لاخر النهار. اخر النهار ايه، اخر اليوم في الاستاد، اكل وشرب وغداء وعشاء في الاستاد، ده غير بقى الميه والعصير ومش عارف ايه وبتاع. كل ده بيخش له يعني غير ال 200 جنيه في 600 700 جنيه. يعني مش فاهم كل ده، ومع ذلك برضه يقول لك يا باشا انا هدفع ال 200 جنيه، انا ما عنديش مشكله. ده جمهور النادي الاهلي، ده اللي انت عمرك ما هتلاقيه. انت نادي لسه رضيع، لسه ما عندكش الجماهيريه اللي تخليك تقول انا هستثمر مش عارف ايه. تستثمر ايه يا راجل؟ ده انت لو هتستثمر جمهورك هيسب لك. انا مش فاهم. وحصل الخلايجه اللي بيشجعوا النادي الاهلي ضايقوا من موقف زي كده. وده ياخدنا الموضوع اللي بعده. ممدوح عيد وهو رئيس نادي بيراميدز، عرفت انه هيقال اخر الموسم اللي هو يعني بعد 4 5 6 7 ماتشات كده، هيقال هيمشي. طب هيقال ليه وهيمشي ليه؟ بسبب انه ادارته غير موفقة في ادارة نادي بيراميدز. احنا بنشوف موسم كامل يعني ما شفناش لنادي بيراميدز اي قرار او اي تفاعل من الجهه الاداريه. يعني احنا دايما بنشوفه في الملعب فرقه كويسه متصدره الدوري ما شاء الله عليها، بس تصدرك للدوري ده مش ده عمره ما كان نتيجه لنجاح الاداره. عمر ما خدنا دي على قد دي، ما جاتش. ده لو كده يبقى النادي الاهلي من ساعه ما اتعمل لحد دلوقتي واخد كل بطولات الدوري في عبه. هتقول لي يا عم هو فعلا واخد كل بطولات الدوري في عبه، اقول لك لا، بيحصل مثلا ان كل موسمين 3 أو 4 5 بنلاقي ان في ايه النادي الاهلي كده بيقوم واقع منه دوري. لكن هل ده معناه ان الاداره فاشله؟ لا، الاداره مش فاشله. انت بقى واخد ان تصدرك الدوري ده معناه ان انت ادارتك ناجحه؟ لا يا باشا. طب ادارتك ناجحه ده بناء عليه؟ اولا انت كممدوح عيد يعني انت ادارتك كياده جدا، يعني ادارتك انتوا ناس كيادين جدا، بيانات طالعه بيانات نازله بيانات رايحه في اي هاتش، مفيش اي لازمه لاي حاجه بتقولوها. ما بتعملوش حاجه غير ان انتوا بتوتروا الاجواء بس في الدوري المصري. ف يعني كان وضع طبيعي جدا ان يبقى في كلام ان ممدوح عيد هيمشي. تمام. فممدوح عيد هيمشي، الكلام ده اكيد ولا في كلام؟ في كلام، وكلام من ناس موثوق منها. هنتاكد امتى؟ لما يقال خلاص.
لكن انا بقول ان اداره نادي بيراميدز اداره غير ناجحه، اداره ما وراهاش بس غير انها تكيد في نادي الاهلي، تعمل مشاكل مع النادي الاهلي. يا راجل ده يعني هل من اساسيات الاداره او من قرارات الاداره الحكيمه ان انت تعادي 80 مليون اهلاوي؟ 80 مليون اهلاوي؟ طب يعني بأنهي عقليه انت بتعمل كده؟ ده انت لو انت بتتكلم بقى في اداره، انت مفيش اعلان هيتحط على تيشيرتك، لان ايه الاعلان لاي شركه اللي هتعادي 80 مليون اهلاوي؟ انت بتحارب يا باشا شبه دوله، شبه دوله. لما انت تعادي 80 او ما يفوق ال 80 مليون اهلاوي، يبقى انت بتحط نفسك قدام القطر. دي مش اداره ناجحه. مفيش شركه رعايه هتراعيك بعد كده يا باشا، ده جيب لنا مصيبه، ده يخسرنا مش هينجحنا. مهما كنت انت بقى ناجح في الدوري، مهما انت كنت متصدر الدوري، ده بالنسبه لك مشكله. يعني شوفنا مثلا نادي الزمالك، نادي الزمالك عمره ما طلع قال او طلع ما طلعش عدا جماهير نادي الزمالك. سوري، ما طلعش عدا جماهير نادي الاهلي. معلش الجو حر بس وانا حران وبمسح العرق فتلاقيني نسيت، ما علينا. ما تلاقيش ان اداره نادي الزمالك قالت يا عم نادي الاهلي ايه ده الجماهير تعبانه، ما حدش قال كده. مرتضى منصور لما عمل كده يعني سحبوا من عنده دنيته، اعلانات بقى وبتاع، لما قال لك على الالتراس دول بلطجيه. شيكابالا لما رفع الجزمه في وش الجمهور، ما شفناش تقريبا شيكابالا في اعلانات خالص على فكره. ده هو اعلان اونيرو ده اللي هو اتعمل بعد مش عارف بعد سنتين من الواقعه، ولا مش عارف 3 سنين من الواقعه، وكان في عبد الله السعيد وخلاص يعني. بس احنا شفنا مثلا اعلان بيبسي للعيبه دي؟ شفنا اعلان شيبسي للعيبه دي؟ ما شفناش. فما فيش شركه هتجازف وتجيب لاعب بيعادي 80 مليون اهلاوي. مفيش شركه عامه هتراعي حد بيعادي النادي الاهلي. مفيش. مهما اديتها، مهما عملت، مهما سويت، مفيش شركه هتجازف وتخسر نفسها. فيعني واضح ان الاداره غير حكيمه، واضح ان الاداره ما وراهاش حاجه غير ان هي تعمل مشاكل على النادي الاهلي، والنادي الاهلي بهدوء وبروقان وبراحه بال ومن غير ما توتر نفسها في وشها مطلع قرار وقال له مش عارف ده جمهورك هيدفع 200 جنيه في التذكره. قال له يا باشا، يا باشا عن الجمهور انا هدفع، وخلى التذكره ب 50 جنيه. طيب فيعني نروق ونهدى، تمام، ونسيب الناس دي تهري زي ما تهري، والماتش الجاي نشوف بقى الجمهور هيدخل ولا مش هيدخل، لان الجمهور كده كده بيدخل يعني. على الله. اتمنى تكون الرساله وصلت، وشكرا. ويعني ولو ما عملتش لايك انزل اعمله، وسبسكرايب وظبطني بقى. السلام عليكم.